تعالي بصي بقى الشقة، يا لهوي، لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم واهلا بيكم احبائي الاعزاء في حلقة جديدة. هحكي لكم النهاردة مغامرة من مغامراتي العظيمة. كان يا مكان في يوم من قريب، مش من قديم الزمان، كنا في يوم عادي جدا نايمين سعداء في امان وسلام، نحلم احلام سعيدة، وفجأة نورين صحيت، قعدت تعيط وتصوت وتلطم وتندب عشان جعانة. فببص في الساعة لقيتنا قبل الفجر بشوية، فنورين ما بتصحاش في الوقت ده، أول مرة تعملها، غريبة. بعدين قلت يا بت قلق ايه، اكليها وخشي تخمدي، انت لسه هتقعدي تقولي غريبه ومش غريبه، ما غريب الا الشيطان. اكلتها ونامت، وانا كنت بردك نايمه اكلينيكيا يعني. فخرجت من الاوضه وفجاه لمحت حاجه في الصاله، رجعت تاني بصيت كويس، لقيت دخان ابيض كتير عامل غمامه كده. قلت يا بت دعاكي عينيكي وبصي كويس، دعكت عينيا بصيت لقيت الدخان زاد. طبعا اول حاجه شكيت فينا، قلت اكيد احنا نسينا حاجه على البوتاجاز، عشان احنا يعني خبره في موضوع الحرايق ده. دخلت يا اختي المطبخ ما لقيتش حاجه على البوتاجاز، وطبعا دي كانت حاجه غريبه ان حد يعمل حريقه في العماره غيرنا، يعني عيبه في حقنا. وانا خارجه من المطبخ سمعت على السلم صوت دوشه وزعيق وناس بتصوت، فادركت بسرعه بديهتي وذكائي العظيم المعتاد ان في حريقه في العماره. قلت لنفسي يا بت يا لولو، تاخدي موقف ولا تخشي تنامي ولا كانك شفتي حاجه؟ قعدت اخد ودي مع نفسي كده شويه لحد ما لقيت الدوشه بدات تزيد على السلم، والبواب عمال يزعق في المنور ويقول يا باشمهندس فادي، يا جماعه اللي صحي يخبط على الناس يصحيها. هنا بقى بدات اتوغوش، وخلوا بالكم من كلمه بدات دهيا، عشان في مدار القصه كده هتشوفوا قد ايه انا عندي ثبات انفعالي يشل. اصل بيني وبينكم انا كنت يعني عايزه انام جدا جدا يعني، بس قلت ايه يا بنت خدي موقف بدل لما تموتوا منفجرين بسبب كسل اهلك. طب ايه يا بنتي يا لولو الخطوه اللي المفروض تاخديها دلوقتي؟ وهي اني هصحي فادي، ودي طبعا كان حاجه مرعبه اكتر من الحريقه نفسها. ليه؟ هقول لك ليه، رغم ان انت ما سالتش ليه، بس انا هقول لك ليه. لان الفادي لو رحت تصحيه وهو نايم بهدوء بمنتهى، فادي كده بيقوم مفزوع ومبرق، وايه في ايه، هو اوفر في حياته بشكل عام. فما بالك بقى ان انا رايحه اصحيه اقول له فادي قوم العماره بتولع، هيقوم يطلقني وبعدين يفهم فيه ايه. فاهمين الموقف؟ فدخلت بالراحه قلت له فادي، قام مبرق كده قال لي في ايه؟ قلت له مفيش حاجه خالص، هو بس تقريبا واضح ان العماره بتولع. بمنتهى الهدوء نط وقف مكانه، وهنا بقى الناس بدات ترزع على باب الشقه. طبعا انا كل اللي في دماغي برضك لحد دلوقتي ان انا بصحي فادي علشان ايه، يروح يساعدهم مثلا، يملى لهم طشت ميه يطفوا بيها الحريقه، وهم بيخبطوا علينا برضك في دماغي ان هم عايزين طشت ميه. واخدين بالكم معايا؟ فادي جري على باب الشقه. باب الشقه كنت تحط ايديك عليه كده تتلسع، لان الحريقه كانت في الدور اللي تحتنا، فاحنا الدخان كله طالع علينا احنا اول ناس. فادي بقى راح على باب الشقه، طبعا انا بتفرج من بعيد يعني الموضوع ما يخصنيش. فادي فتح باب الشقه قام رزعه تاني، ولقيته داخل جاري عمال يكح. قلت له في ايه؟ قال لي الدنيا بره مميته. والناس رجعت ترزع تاني على باب الشقه، اللي هو انتوا يا بهايم يا اللي جوه هتولعوا يا اغبياء. وانا لحد اللحظه دي برضك من جوايا حاسه ان الموضوع بسيط، يعني انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ اصل انا متعوده على الحرايق دي، يعني انا في بيت اهلي قبل ما اتجوز كان شقتنا دي يوميا من البلكونه كده بيطلع سحابه دخان كده، فتلاقي الجيران يقولوا ما تقلقوش يا جماعه ده ام محمود وبناتها بيطبخوا عادي يعني. فانا جوايا برضو حاسه ان ايه، تلاقي حد حرق شويه بطاطس محمره. المهم الناس بتخبط، فادي راح فتح تاني، سمعت الراجل بيقول له ايه، هات الناس اللي معاك واطلعوا على السطح بسرعه يلا. وفادي بيزعق في وشه يقول له هطلع ازاي على السطح بالمنظر ده، انا معايا طفله. قلقت بقى، قلت لا الموضوع شكله مش شويه بطاطس اتحرقوا، الموضوع اكبر من كده. وده طبعا وصلت له بسرعه بديهتي المعتاده اللي انا بقول لكم ايه هتاخدوا بالكم منها كتير. فقلت يا بت ما بديهاش بقى صحي ماما كانت قاعده عندي بعد الولاده يعني عشان تشيل معايا البت. فرحت صحيتها برضك بنفس الطريقه الهاديه الكيوت، عشان انا انسانه كيوت اصلا. قلت لها برضك ايه ماما حبيبتي يلا قومي اصحي يلا، ها البيت بيولع. فقامت مستغربه ايه ده بيت بيولع ازاي، بس ما اتخضتش طبعا زي فادي، لان زي ما بقول لكم احنا متعودين يعني. فادي دخل الراجل ياخد نفسه ويشرب ميه وبتاع. بصوا يعني دي اثار رجل الراجل على السجاده، الراجل كان عباره عن كتله فحم متحركه.
المهم لبست انا وماما ازدالات الصلاه بسرعه، ولقيت ماما عماله تلم في فلوسها وادويتها وحاجتها، وفادي برضو لقيته داخل عمال يلم في حاجه نورين والبامبرز واللبن والببرونات والفلوس، وعمال يلم وانا واقفه ما بعملش اي حاجه. ومش ما بعملش حاجه وساكته، لا ده انا كمان بقول لهم يا جماعه انتوا بتضيعوا وقت ليه؟ احنا هنطلع على السطح يطفوا الحريقه ننزل، واخدين فلوس معاكم ليه؟ هنشتري ايه من على السطح يعني؟ انتوا بتعطلونا ليه؟ ما تخلونا نخرج نتفرج على الحريقه. بس ده والله مبرود مني انا، بس يعني ربنا يعافيكم. عندي حاجه اسمها بطء استيعاب. وبعدين فادي جه قال لو ماما نبل الطرح بتاعتنا ميه ساقعه ونكتم بيها نفسنا. طبعا انا ساعتها افتكرت ايه، رايه وسكينه يختي عليها ويختي عليها يختي عليها ويختي، وبعدين حسيت ان انا ايه يعني ده مش وقت مناسب افتكر فيه حاجه زي دي. وقام هو بقى جاب طرحه بلها ميه وقام خانق بيها نورين، حطها على نفسها، خنقها بمعنى الكلمه يعني. طلعنا بقى على باب الشقه، يعني كانت الناس بقى الرجاله على السلم كانوا قربوا يلطموا عشان نتلحلح ونخرج، احنا اخر ناس اصلا نازلين من العماره يعني عشان احنا ناس برده ونستاهل الحرق. اول بقى ما شفت المنظر على السلم، او شبه شفت لان اصلا من كتر الدخان انت تقريبا مش شايف حاجه. هنا بقى وبحمد الله واخيرا وبسرعه بديهتي ادركت الموقف وادركت حجم الكارثه اللي احنا فيها. حسيت فجأة اني دخلت في فيلم عربي، يعني السلم ضلمة، دخان فظيع، الرجالة فاتحين كشافات الموبايل عشان ينوروا، عمالين ينزلوا في الناس، والدخان صهد فظيع سخن جدا وبتحرق لك عينيك وزورك. عارفين اللي جرب القنابل المسيلة للدموع نسخة منها. وفي اللحظة دي افتكرت ان انا طول عمري نفسي اعمل عمل بطولي وانقذ الناس. قلت هي دي فرصتي. ما كنتش اعرف بقى ان احنا اصلا اخر ناس نازلين من العماره، فلسه بلف الفادي عشان افتحه في الموضوع يعني، واقول له يسيبني مع الرجاله على السلم اخبط على الناس واصحيهم وانقذهم وكده. لقيت فادي بيقول وسعوا الطريق معايا طفله، فبصيت على طول قدامي وحطيت جزمه في بقي وقمت كاتمه نفسي بالطرحه وسكت. حسيت يعني ان ده مش موقف مناسب ولا مكان مناسب ان احنا نفتح فيه موضوع ونتناقش يعني وكده، وبرضك يعني ما بحبش افتح فادي في اي مواضيع وهو متعصب يعني. فاحنا كنا المفروض طالعين السطح والناس عماله تقول لنا يلا اطلعوا السطح، وبعدين لقينا واحد جاي بيقول لا يا جماعه الحريقه بتزيد، انتوا انزلوا الشارع احسن، تبقوا في الشارع تجروا احسن ما تبقوا على السطح وتتحرقوا برضه، نبقى ما عملناش حاجه، فاهمين يعني. وفجاه لقيت واحد قفش في دراعي وبيشدني على السلم ايه ينزلني، يعني الحريقه بقى كانت في الدور اللي تحتنا فاحنا بنعدي على الحريقه. فوانا معديه بقى على الدور اللي تحتنا البطله اللي كانت في الدور اللي فوق دلوقتي عماله تقول عايزه اخبط وانقذ الناس واعمل عمل بطولي. اول ما شفت المنظر بس قلت يا لهوي، واعصابي ثابت وركبي بقت بتترعش ونازله على السلم عامله كده، والواد يقول لي يا استاذه ما تخافيش. اقول له اخاف من ايه؟ هو في ايه يخوف؟ ده كل ما هنالك ان العماره بتولع، ايه اللي يخوف؟ وطول ما انا نازله على السلم عماله اقول يا رب سلم يا رب يا رب سلم، هو يقول لي بتقولي ايه؟ مش سامعك، انت عايزه حاجه؟ ناسي حد فوق؟ المهم نزلت في المدخل وماما نزلت ورايا على طول، وفادي اتاخر بنورين، وتحت بقى الناس شايفين ان احنا اخر ناس نازلين عمالين يقولوا لنا هي فين الطفله؟ انتوا اللي معاكم الطفله فين؟ كنت عايزه امسك الراجل من وشه كده اقول له ما توترنيش بقى. وفي لحظه بقى كده قلت لا انا هطلع انا اجيب فادي ونورين، السلم مليان رجاله عمالين يساعدوا الناس وينزلوهم، وانا الاء الهيرو اللي ماشيه اصلا عامله كده من الرعب ركبي بتترعش هطلع اجيب فادي. ولسه طالعه لقيت فادي نازل في وشي، الحمد لله يعني ربنا نجدني من غبائي. هو الواد حتى نفسه اللي نزلني شافني وانا طالعه تاني سابني ومشي، قال كل واحد يتحمل نتيجه افكاره انا عملت اللي عليا، وعنده حق يعني. المهم فادي نزل بيجري، واول ما نزل قام شايل الطرحه من على وش نورين، والناس بقى حوالينا عمالين يقولوا الطفله عايشه، اصلا صيغه السؤال مميته، طب قولوا الطفله كويسه. بس الحمد لله يعني نورين طلعت سترونج اندبندنت رضيعه طالعه لامها. كنا لسه في المدخل لقيت واحد بيقول لي يا الاء اطلعوا يلا على الشارع بره يلا، فاخدت بالي ان هو قال لي يا الاء، فعرفت ان ده حد يعرفني. والحقيقه يعني انا ما كنتش احب ابدا حد من الفانز بتوعي يشوفوني في الموقف ده، هو وانا لابسه هدوم البيت وفيه باب على وشي وعماله مشلحه الازاز وطالعه اجري، يعني ما كنتش احب الموقف ده، بس ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. وفي اللحظه دي تحديدا كانت المطافي بسلامتها وصلت الحمد لله. واحنا طالعين على الشارع قلت لفادي يا فادي المطافي اهي بقى هتطفي الحريقه وهناخد بعضنا ونطلع تاني على الشقه. انت خدت مفتاح الشقه؟ قال لي ايه؟ هو انت ما خدتيهوش؟ قلت لها يا ماما خدتي مفتاح الشقه؟
قالت لي ايه؟ هو فادي ما خدهوش؟ ما هو انت اللي خارج اخر واحد، هو انا كان فيا دماغ، انا كنت شايل البيت. وفي لحظه ادركنا ان احنا الثلاثه واقفين في الشارع بهدوم البيت الفجر، ومعانا البيت وما معناش مفتاح الشقه. وعلاوه على ذلك ان فادي مش فاكر هو قفل باب الشقه ولا لا اصلا. قلت له يا فادي يعني حتى لو باب الشقه مفتوح، يعني مين الجاحد اللي هيفكر يدخل يسرق في الموقف ده؟ قال لي لا في ناس ما بتهمهاش. بس انا برضك مش مقتنعه، يعني شخصيه ايه اللي هو يبقى ما عندوش مشكله ان هو يموت محروق وهو بيسرق؟ يعني ونعم سوء الخاطب. طب ايه في الشقه اللي ممكن يتسرق؟ اكتشفت ان فادي لم كل الرفايع اللي في البيت وساب الذهب، ساب شبكتي. بس طبعا ما كانش ليا عين اقول له يعني ايه انت ازاي تنسى شبكتي ولا ازاي تنسى مفتاح الشقه، لان اصلا هو اللي لم كل حاجه وانا ما عملتش حاجه خالص. لا وكمان كنت شايفه ان اللي بيعملوه ده ملوش لازمه وبيعطلنا زي ما وضحت لكم في التفاصيل سابقا. ولكن عشان ربنا رحيم كان فادي اخد مفتاح العربيه، فدخلت انا وماما ونورين قعدنا في العربيه، وفادي قال لي هطلع تاني اقصد اشوف باب الشقه مقفول ولا مفتوح. راح اتاخر شويه وبعدين رجع يعني شكله يعني مش تمام يعني، وعليه شويه هباب كده وريحته الشياط، وقال لي باب الشقه مقفول. هنعمل ايه الساعه دي؟ كان لسه الفجر مدن. قمنا واخدين بعضنا وطالعين على اختي. بعد ما طلعنا عند اختي وقعدنا كده وخدنا نفسنا وهدينا، افتكرت حاجه قلت لها يا لهوي ماما. قالت لي فيها لا. قلت لها انت دخلتي حله القلقاس التلاجة ولا سبتيها بره هتبوظ؟ قالت لي ما تقلقيش يا الاء دخلتها التلاجة. قلت لها عاش ماما. قالت لي عاش الاء. والحمد لله عدت على خير وحله القلقاس ما باظتش. بيتنا عندها بقى. وتاني يوم رحنا فتحنا باب الشقه. الحيطه يا لهوي. بصي حتى باب الشقه اللي قدامهم. تعالي بصي بقى الشقه يا لهوي. لا حول ولا قوة الا بالله. بصي التلاجة. يبقى هي التلاجة اللي اتفجرت بقى او حاجة. المهم بقى ان انا اليوم ده يعني يوم الحريقة ده الصبح بقى كان المفروض رايحة اقابل صحابي اللي عمرنا ما اتفقنا ان احنا نتقابل غير لما لازم تحصل مصيبة كونية. حد فينا يتعب، يعمل عملية، يتعمل لحد فينا محضر في القسم، بالبيت يولع. انا خايفه نقرر نتقابل تاني القيامه تقوم بقى. انا حتى يومها لما نورين صحتني قبل الفجر انا كان يعني كام ساعه وهقابلهم، يعني قلت لنفسي يا سبحان الله اول مره نقرر نتقابل والموضوع يمشي زي السكينه في الحلاوه كده. انا كنت بفكر في الكلام ده والحريقه شغاله بره. ما تفهموش بقى انا اللي نبرت فيها ولا هم اللي عيال نحس. المهم ان انا مش عايزه اقابلكم تاني وجاتكم القرف على معرفتكم الهباب يا بومه منك ليها. ودي كانت الرساله اللي عايزه اوصلها من الفيديو ده كله. شكرا.